ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود النظر في الرجولة. النسويه ما كايناش وحده، كاينين النسويات يا دي فيمينيزم. تندخلك لواحد الخندق، لواحد المربع، وكنقول الا بغيتيني انني نسميك مرا خصك تحترمي كاع هذاك الشيء اللي تيديروا النساء وديري غير هذاك الشيء اللي كاين داخل المربع. النساء تيديفلوبي سكون ابل لو بودي شيم، سيتادير تيبداو يخجلوا من الذوات ديالهم، تتولي علاقتنا مع ذواتنا اصلا ماشي صحيه. تنبدا نشوف هذاك الجسد ديالي هو وصمه العار اللي حاملاها مع نفسي، وتنبدا انني تنعبر فيه، تنقول هذه زايده على حدها، هذه ناقصه على حدها، هذه ها كيفاش خصها تكون، هذه ها كيفاش خصها تكون. باش نكونوا واضحين، خطاب الكراهيه ضد النساء ماشي هو خطاب اللي تيخرجوه الرجال ضد النساء، خطاب اللي ما عندوش هويه جندريه. غير مؤخرا خرجت واحد المنصه اللي سميتها ابلاغ. هاد المنصه اللي كتمكننا اننا نبلغوا على اي حاجه عندها علاقه بالعنف الالكتروني بما فيه خطاب الكراهيه، كيفاش اننا نبقاو قويات امام الخطابات ديال الكراهيه اللي تنتعرضوا لهم او كوتيديان. ماشي رجولة. الرجولة هي المروءة. مثلا كاين هذيك الرجولة، النسويه ما كايناش وحده. الرجال ممكن انهم يكونوا حلفاء. راجل وشك في راسو تكريتيكي كيعكس. اون ني با كونتر الراجل اون طون كو سكس. انا نبغي الراجل اللي هو صريح. الرجوله عندي هو داكشي اللي شفت في بابا. بغي كتذكر لهم النسويه بحال ذكرتي لهم جن. أن نستبدل كلمة الرجولة بالمروءة. ليس في الامر انتقاص للرجوله. ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود النظر في الرجولة. مرحبا بكم في ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود النظر في الرجولة. في هاد لا سيزون ديال ماشي رجولة اللي سميناها النسوية نفسروها للرجال، كنهضروا على شنو هي النسوية، شنو التاريخ ديالها، وعلاش مهمة النسوية في المغرب، النساء والرجال. الحلقة ديال اليوم غادي نهضروا على خطاب الكراهية الموجه للنساء. شنو هو هذا خطاب الكراهية، كيفاش نقدروا نحدوا منه وعلاش. وباش نهضروا على هذا الموضوع معنا دكتورة يسرى البغاد اللي هي مختصة في النوع الاجتماعي وناشطة مدنية اللي كتهتم بموضوع النسوية. مرحبا بك يسرى معنا. شكرا على الدعوه. اول سؤال اللي كنسولو لكاع الضيفات اللي كيكونوا معايا في ماشي رجوله، كيفاش كتعرفي على النسويه؟ انا بالنسبه ليا النسويه ما كايناش وحده، سي كاينين النسويات يا دي فيمينيزم، لان لا كوز هي وحده اون تو لي كا، اللي هي الارساء ديال المجتمع ديال المساواه اللي كتحقق فيه المساواه الكامله داخل المجتمع. غير هي هاد لا كوز ما كايناش واخا وحده فيها دي لوت اللي هما متعدين، ومنهم اننا تنهضروا على نسويات، على دي فيمينيزم باس كبيره في الاخر، لان لي لوت تيختلفوا على حسب لي سيبل اللي تنشتغلوا عليهم، تنشتغلوا معاهم، وتيختلفوا كذلك على حساب الباراديغم او الطريقه ديال الاشتغال ديالنا. الا كان علميا اعترفنا ان لي فيمينيزم دازو من خلال دي فاغ اللي هما مختلفين، تنظن ان ماشي غير لي فاغ اللي تيعطيو الاختلاف، ان لي فيمينيزم خص تكون باس وماشي ان سول موفمون موحد، لان الطريقه ديال الاشتغال تختلف، لي جينيراسيون تيختلفوا، الاجيال، وكل جيل عنده السمات ديالو وعنده سمات ديال الحقوق والنوعيه ديال الحقوق اللي تيدافع عليها، وعنده حتى الطريقه ديال الاشتغال ديالو على هاد الحقوق والمنظور ديالو لمجموعه ديال الحويجات. اليوم علاش كذلك لي فيمينيزم افيكاس، لان كاين حتى اختلاف الرؤى في مجموعه ديال القضايا اللي ما متفقينش عليها بزاف ديال لي جينيراسيون ديال لي فيمينيست. ما تيعنيش انهم ما يقدروش يشتغلوا مع بعضياتهم، ما تيعنيش ان هذيك لاكوز الكبيره راه واحد فينا ما مامنش فيها، بالعكس كاملين تنامنوا بها، ولكن غير طرق الاشتغال ديالنا والتعاطي ديالنا مع شي قضايا بالضبط تختلف. واش كاين خطاب كراهيه اليوم موجه للنساء غير حيت هما نساء؟ ماشي غير اليوم اللي كاين خطاب الكراهيه اللي موجه للنساء لمجرد انهم نساء.
من ديما وخاصة داخل المجتمعات الباترياركية أو الأبيسية أو كل واحد كيفاش تيبغي يسميها. من دائما تنشهدوا أن من داخل هاد المجتمعات اللي كيكون فيها هاد لو سيستم كاين وموجود، خطاب الكراهية من دائما تيكون فيها. خطاب كراهية اللي بعض المرات تيدوز بشي حويجات اللي هما نكات، بعض المرات تيدوز بملاحظات، بعض المرات تيدوز بدي جوجمون، وبعض المرات تيكون ديريكتومون خطاب ديال الكراهية. هدرتي على النكات، شنو هي اشكال خطاب الكراهيه الاخرى اللي كاينه؟ الوغ تيقدر جوستومون ياخذ الفورما ديال النكات، وكيقدر ياخذ الفورما ديال الاقوال الشعبيه. مثلا حنا داخل مجتمعنا عندنا مجموعه ديال الاقوال الشعبيه والامثله الشعبيه اللي تيحطوا بالكرامه ديال النساء واللي تنداولوهم، وبعض المرات مثلا ما عايقينش بهم اصلا على الحموله ديالهم. وكذلك كاين لي براتيك، مجموعه ديال لي براتيك اللي تيشكلوا هذاك المايند سيت ديال الكراهيه ضد النساء. شنو هو اصل خطاب الكراهيه ومنين جا؟ في اي حاجه اللي كتكون ظاهره مجتمعيه سي تري كومبلكس ديال اننا نعرفوا ديجا اننا نشرحوا الظاهره ولا نفهموها مزيان. سي تري كومبلكس عاده باش اونكور سي بوكو بلو كومبلكس اننا نعرفوا الاصل ديالها. مي سيغتينمون سيتادير الطبيعه ديال المجتمع الباترياركي او الابيسي عندنا كذلك الحموله الثقافيه اللي كاينه داخل المجتمع. كاين كذلك التربيه ديالنا، التنشئه الاجتماعيه اللي تتخلي ان مثلا واحد الجنس محدد او واحد الجندر محدد تنحملوا ليه واحد المجموعه ديال الاحاسيس كي سون نيونسي و كونتروفيرسي، واللي تتوصل بنا انه الكراهيه ضد هذاك الجندر في حد ذاته لمجرد انك امراه او لا كتنتمي الجندر ديال النساء، راه اوتوماتيكمون لي سنتيمون اللي تنحمل طرفك ils sont nuancés، لان تندخلك ديجا سكون ابل لي بوكس دو جونغ، تندخلك لواحد الخندق، لواحد المربع وتنحصرك فيه، وكنقول الا بغيتيني انني نسميك امراه وخصك تحترمي كاع هذاك الشيء اللي تيديروا النساء وتديري غير هذاك الشيء اللي كاين داخل المربع. وإلا مشيتي حتى خرجتي من داخل هذاك المربع ما غنسميكش امراه وما غنعتبركش وحده من النساء، وغنبدا نعتبرك اولا نعتك بمجموعه ديال الحويجات اللي مختلفين. سكيفي كاين الخروج من هذاك لا ستيغماتيزاسيون et le fait ان الواحد il ne se reconnaît plus dans les stigmates de genre ou au sein des box du genre تيخليوه انه عرضه للخطاب ديال الكراهيه كيف ما بغى يكون، زعما ماشي بالضروره نسى. مي اي واحد يلوز من داخل المجتمع انه يخرج من لي بوكس دو جونغ تيتعرض الخطاب الكراهيه. بالاضافه الى ذلك ملي تنجي حتى الناس اللي ما خرجوش من لو بوكس وباقيين داخل البوكس تيتعرضوا اكثر لكونهم نساء. علاش؟ لان البوكس ديال النساء اصلا فيه مجموعه ديال لي ستيغمات بحال البوكس ديال الرجال الا بغينا نقولوا غير لي دو بوكس لي سيس نورماتيف اللي كاينين، وبالاضافه ان داخلهم البوكس ديال النساء تيزيد انه عندنا معاه واحد العلاقات اللي هما تري نيونسي اللي تنحدد ليه واحد الادوار وتنحطو في هذاك الادوار وتنتسنى منه واحد المجموعه ديال التصرفات، واحد المجموعه ديال الاشياء، وتنحصر الدور ديالو في ادوار اللي هي ريبرودكتيف، وتنقرنها بالجسد، تنشيئه، تنخليه انه الجسد ديالو هي الماهيه الوحيده الا بغينا نقولوا ديال التعريف ديال الهويه الجندريه ديال هذاك الجندر في حد ذاته اللي هي ما صحيحاش، وهي اللي تتخلي ان هذيك العلاقه ديال الا وصلت ليها كيف ما بغيت راسي اوكي، ما وصلتش ليها او لا صعبت عليا
او لا ما قدرتش نوصل بشكل من الاشكال، اوتوماتيكمون تتخرج ليا الكراهيه، يا اما من خلال لي براتيك ديالي، يا اما من خلال النكات، يا اما ديريكتومون من خلال السب، من خلال القذف، من خلال الضرب بعض المرات، واللي تقدر توصل حتى للفيمينيسيد، تقدر توصل حتى القتل ديال النساء لمجرد انهم نساء. شنو الاثار ديال خطاب الكراهيه على النساء في حياتهم اليوميه؟ الاثر ديالها كبير، الاثر ديالها كبير، اي سا برون ان افي بول دو نيج، لانه تيقدر يبان لنا اثر صغير شويه، ولكن كيبقى غادي وكيتكبر كيكبر كيكبر حتى كيولي اون افالونش اللي تتجر معها حياه النساء كامله، مستقبل النساء، طموحاتهم وكل شيء. غنحاول انني نشرح اكثر هذه الفكره. يعني نقدر انني نتحط في موقف بسبب خطاب الكراهيه ضد النساء، ان النساء تيديفلوبي سكون ابل لو بودي شيم، سيتادير تيبداو يخجلوا من الذوات ديالهم، تتولي علاقتنا مع ذواتنا اصلا زعما ماشي سان، ماشي صحيه، لان تنبدا نشوف هذاك الجسد ديالي هو وصمه العار اللي حاملاها مع نفسي، وتنبدا انني تنعبر فيه، تنقول هذه زايده على حدها، هذه ناقصه على حدها، هذه ها كيفاش خصها تكون، هذه ها كيفاش خصها تكون، وتندوز حتى في حياتي وتندير سيتادير نفس الاسقاط بسبب خطاب الكراهيه، وتنولي نقول لا، راه باش نتسمى مرة ديال بصح داخل المجتمع، ولا تعترف بيا كوحده من النساء داخل المجتمع، تنقيد نفسي في مجموعه ديال الممارسات، في مجموعه ديال البراتيك، حتى في الطموح ديالي كنقدر نقيد فيه نفسي، وفي المقابل نقدر نفرض على نفسي مجموعه ديال الحويجات اللي انا ما باغاهمش، اللي انا ما معترفاش بهم، اللي انا ما تنامنش بهم مثلا، ونفرضهم على نفسي في الجهه الاخرى. سكيفي كتولي حياه النساء كامله مقيده على حساب المعايير اللي كاينين واللي محطوطين لينا، وخا نبقى داخل المعايير تيبقى خطاب الكراهيه تيخليني دائما في هذيك العلاقه ديال je remets en question القدرات ديالي، je remets en question الذات ديالي، je remets en question حتى بعض المرات كاين نساء اللي تيديفلوبيو حتى لو سيندروم دو لامبوستور، تيجيب لي الله واخا نكون سبيسياليست و اكسبيرت في شي حاجه، تيجيب لي الله انه لا راه ما تنميتريزيهاش مزيان، ولا جو سوي جوست في لا بوزيسيون ديال لامبوستور، واللي حتى هو تيجي من هذا خطاب الكراهيه. بالاضافه الى ذلك خطاب الكراهيه خاصه ملي كيكون متعمد النساء المدافعات على حقوق النساء والمدافعات على الحقوق الانسانيه بصفه عامه، تيكبح حتى لا ريزيليونس، حتى المقاومه داخل الحركات الحقوقيه، والمقاومه داخل النساء اللي تيطالبوا بحقوق النساء او الحقوق الانسانيه. دونك تيقتل لا ريزيليونس، و تيخلي ان بحال نقول لو فيمينيزم ou les féminismes puisque je crois plus à الجمع المفرد، mais en tous les cas تيستيكماتيزي حتى المدافعات على حقوق النساء والمدافعات على الحقوق الإنسانية بصفة عامة، وتيخليهم أن الدفاع تيولي بحال شي حاجة غريبة داخل المجتمع، بحال اختاروا شي حاجه اللي هي ما هياش ولا غريبه داخل المجتمع، وتيدخلهم كذلك في واحد المجموعه ديال لي بريجوجي وديال لي ستيغمات اللي كاينين. كيفاش اليوم النسويه كتشتغل لحد من هذا خطاب الكراهيه الموجه للنساء؟ هو الاشتغال الاول لحد من خطاب الكراهيه هي لا كرياسيون دون ريزيليونس كوليكتيف، لان اهم حاجه تنشتغلوا عليها حاليا هي كيفاش ان لا ريزيليونس ناخذوها من ليستوار، من الحاضر ومن لو فيتور، وكيفاش اننا نبقاو قويات امام الخطابات ديال الكراهيه اللي تنتعرضوا لهم او كوتيديان. كاين كذلك لو سيستيم دو سوليداريتي ما بيناتنا اللي هو مهم،
سوروريتي وادلفيتي ان طولي كا نسميوه كيف ما بغينا نسميوه. مي اللي مهم بزاف ما بين النساء في المواجهه ديال هاد خطاب الكراهيه، الاشتغال على الصحه النفسيه ديالنا مهم بزاف، واننا نخرجوا حتى من هذيك لا بوزيتيفيتي توكسيك سي اون فو دير، حتى هو مهم الا بغينا نواجهوا خطاب الكراهيه، لان بعض المرات اون ا توندونس ا لو باناليزي اي دونك اون باناليز حتى الواقع ديالو علينا، في حين انه لا، تنعترف به، تنعترف بالوجود ديالو وتنعترف بالواقع ديالو عليا كفرد من داخل المجتمع. اي دونك من خلال هذا الاعتراف به تنقدر انني نواجهه بطريقه اللي هي صحيه. يسرى واش اليوم في القانون المغربي كاينين قوانين اللي كتحمي النساء من خطاب الكراهيه؟ ما يمكنش اننا نقولوا ما كاينينش قوانين، وما يمكنش اننا نقولوا كاينين قوانين، لان القوانين اللي كاينه هي قوانين كي ني با كلير، اللي ما واضحاش، قوانين اللي فيها ثغرات اللي متعدده بزاف، وقوانين اللي كتخلي العبء ديال الاثبات فوق ظهر لا سورفيفونت، فوق ظهر الناجيه، هي اللي خصها تثبت. بالاضافه ان لا المشرع لا اللي تيطبق القانون راه حتى هو منتوج ديال هذا المجتمع، حتى هو خريج ديال التنشئه الاجتماعيه ديال هذا المجتمع، اللي تقدري انك ملي توقف قدام الشخص او لا توقفي قدام الشخص اللي هو خصو يطبق القانون، حتى هو يقدر يباناليزي، وحتى هو يقدر يدخل في انه تيشكك في ذاتك وتيباناليزي هذوك الافعال وتيقول لك راه كيف والو. في حين انه كاين مثلا تحركات دغنيغمون، كانت مجموعه ديال الخطابات ديال الكراهيه في ظل النقاش على التعديل او التغيير الشامل والجذري ديال المدونه. كانت مجموعه ديال الخطابات اللي مسات مجموعه ديال الناشطات النسويات اللي تقاسوا في حياتهم الخاصه، تقاسوا في لوغ انتيغريتي فيزيك، كانت عليهم تهديدات بزاف، بالاضافه لكاع دوك النكات ولي ميمز وهذا اللي خرجوا في ظل هذا النقاش. الحركه الاولى اللي دارت هي اننا جلسنا مع بعضياتنا، عرفنا اشنو كاين، تمت المراسله ديال النيابه العامه، على اساس ان النيابه العامه خصها تدخل كطرف وخصها تفتح بحث وتعرف تحد من هاد الممارسات اللي تيقيدوا حريه التعبير، اللي تيقيسوا النساء في مجموعه ديال الحويجات، بالاضافه لمجموعه ديال الاستراتيجيات كسوا سور لي ريزو سوسيو وكسوا في الطريقه ديال الكومونيكاسيون ديالنا، اللي تنحاولوا اننا نفندوا فيها هذاك الشيء واننا نصحوا مجموعه ديال المغالطات، بالاضافه للاشتغال على صحتنا النفسيه انها تبقى دائما في المواجهه وفي لا ريزيليونس لهذا الشيء اللي كاين. السؤال اللي بغيت نسولك يسرى دابا هو الدور اللي يقدروا يلعبوه الرجال في المحاربه ديال خطاب الكراهيه. باش نكونوا واضحين، خطاب الكراهيه ضد النساء ماشي هو خطاب اللي تيخرجوه الرجال ضد النساء، هو خطاب اللي ما عندوش هويه جندريه، واللي ما يمكنش لينا نحدوه في واحد الجندر هو اللي تيحملو او لا هو اللي تيدير فيه. يعني بحال العقليه الذكوريه هي سمات ديال العقليه وممارسات اللي اي واحد داخل المجتمع تيقدر يحملهم بغض النظر على الجنس البيولوجي ديالو او لا الهويه الجندريه ديالو. وملي تنهضروا على النسويات راه تنهضروا كذلك على ناس اللي هما رجال واللي تيعترفوا براسهم كنسويات كوميطون دي فيمينيست واللي تيشتغلوا فيه.
سكيفي انني نحدد الخطاب في اشنو يقدروا اللي يديروا الرجال مثلا الحد من خطاب الكراهيه. تنظن ان داكشي اللي غيقدروا يديروه الرجال ضد خطاب الكراهيه هو اللي غيديروه النساء ضد خطاب الكراهيه، وهو اللي غيديروه المجتمع ككل ضد خطاب الكراهيه. تنظن ان المرحله الاولى هي الوعي، لان بزاف ديال المرات تنقدروا اننا نخرجوا شي حويجات وما تنكونوش واعيين بهم راه داخلين في خطاب الكراهيه. بالنسبه لنا راه غير ريفليكسيون عاديه، في حين انها راه تتقيس الشخص الاخر، تتضر الشخص الاخر اللي كيتلقاها. دونك كنظن ان الحاجه الاولى هي ان لا بريز دو كونسيونس، لا بريز دو كونسيونس بالوقع ديال خطاب الكراهيه على جندر على قدو من داخل المجتمع. شنو هو الدور اللي يقدر يلعبوه لي ميديا والمدرسه في هاد التوعيه اللي هضرتي عليها؟ الوغ لي ميديا والمدرسه هما مؤسسات ديال التنشئه الاجتماعيه اللي عندهم دور كبير بزاف. اي دونك كنظن ان التوعيه والتحسيس بان الخطاب الكراهيه راه عنده اثار كبيره، راه تيضر النساء، راه تيكبح الطموحات ديال النساء، راه تيخليهم في علاقه مع ريوسهم اللي ماشي هي اللي ماشي صحيه، تيخليهم انهم تيشكوا في ريوسهم. تنظن ان لا الاعلام لا المدرسه عندهم دور كبير انهم يلعبوه في هاد لا بريز دو كونسيونس، في هاد اننا نوعاو بالواقع ديال هاد الشيء وبالخطوره ديال خطاب الكراهيه. وكيلعب دور في لو بروسيسوس كامل من لا بريز دو كونسيونس، من لا ديكونستركسيون ديال ما هو موجود، لا ريكونستركسيون ديال مجتمع مساواتي لا بغينا نقولوا، او لا كذلك ديال مجتمع اللي صحي، اللي ما فيهش خطابات الكراهيه، واللي كذلك هاد الخطابات ما تياخدوش فيه دي فورم دو براتيك وما تيوصلوش للتقتيل ديال النساء. صفتك فاعله جمعويه، شنو هما الموارد ولا الادوات اللي يمكن تكون متاحه للنساء اللي كيتعرضوا لخطاب الكراهيه باش يعرفوا شنو هو وباش يتعلموا انهم يواجهوه؟ تنظن انه كاين اشتغال ديال مجموعه ديال الجمعيات النسائيه اللي عندهم مراكز ديال الارشاد القانوني والنفسي للنساء والفتيات الناجيات من العنف، اللي ما بيناتهم مثلا فيدراليه رابطه حقوق النساء اللي تنشتغل بها، تنشتغل فيها حاليا واللي تنتمي لها منذ سنوات. كاين الامكانيه ديال التوجه لهاد المراكز، بالاضافه انه كاين الامكانيه ديال اننا نلجؤوا للمسطره القضائيه، واخا خصها بزاف ديال لا ريزيليونس وبزاف ديال الخدمه على صحتنا النفسيه معها اون باراليل. وكاين كذلك حاليا غير مؤخرا خرجت واحد المنصه اللي سميتها إبلاغ. هاد المنصه اللي كتمكننا اننا نبلغوا على اي حاجه عندها علاقه بالعنف الالكتروني بما فيه خطاب الكراهيه ضد النساء، واللي نقدروا اننا نخدموا بها. سي فري كو المنصه مازال جديده، سي فري كو التقييم ديالنا كنشيطات نسويات لهاد المنصه باقي ما كاينش، لان باقي يلاه باديه، باقي ما فاهمينش بزاف لي ميكانيزم كيفاش غادي تخدم، لاي درجه داكشي غيتعتمد وغيمشي جوسكو بو ديالو. ولكن كيف ما كان الحال كتبقى مبادره اللي جديده، مبادره اللي جاوبات على ان خص طريقه ديال الابلاغ اللي تكون فيها الاختيار ما بين الانونيما وما بين انك تعرف، واللي تكون مسهله اترافير الانترنت. دونك كاينه منصه إبلاغ اللي يلا خرجت هاد الدوله مؤخرا، واللي ممكن اننا ندخلوا فيها في هاد ليكزارسيس باش كذلك اننا من هنا لقدام نقدروا نعطيو تصور واضح عليها. واش كاين شي معايير اللي كيخليو النساء يقدروا يعرفوا باللي راه كيتعرضوا بصح لخطاب الكراهيه؟ كاين بزاف ديال لي زوتي ديال الاشتغال اللي
فيهم كنقدروا ايدونتيفيو خطاب الكراهيه اللي كنقدروا نشتغلوا عليه. ولكن تنظن انه ماشي كاع النساء عندهم الامكانيات وعندهم لي بريفيليج ديال انهم يقدروا يوصلوا لدي سيركل اللي تيديروا هاد النوعيه ديال الاشتغال. بزاف ديال المرات تنتعرضوا لاشكال ديال الكراهيه لا في الخطاب لا في الممارسه لا في مجموعه ديال الحويجات، وبيننا وبين راسنا تنباناليزيوها ولا ما تنعرفوهاش، ما تنقدروش نحطوا عليها ليد، ما تنقدروش نعرفوها انها راه داخله في الكراهيه اللي ضدنا لمجرد كوننا نساء. وتنظن ان هذا المجال خص كذلك ما يبقاش غير ضمن لي سيركل فيرمي، او لا ما يبقاش غير ان بريفيليج ديال الناس اللي يقدروا انهم نساء اللي يقدروا انهم يقراوا، اللي يقدروا انهم يتبادلوا الاراء ديالهم مع نساء وحده اخرين، اللي تيقدروا انهم يهضروا ليبرمون على اشنو طرا معاهم، شنو الاحداث اللي طرات لهم. لان بعض المرات راه تنقدروا ان تنتلاقاو مع شي شخص وتيكون واحد الحديث بيناتنا ومن موراها اون سونس ما تنحسوش براسنا اليز، ولكن في نفس الوقت ما قادرينش نعرفوا اشنو ضرنا، اشنو تيضرنا من الداخل. مي سي اترافير لي زيشانج مع ناس اخرين، اترافير انني تنهضر مع مرا اخرى اللي داز تقريبا من نفس الاكسبيريونس، اللي تيبان ليا انني راه تعرضت لواحد الموقف اللي كان فيه خطاب كراهيه طالع بزاف، او لا واللي هو اللي دار عليا هاد الاثر اللي هو كبير بزاف. تنظن ان لا démocratisation d'accès aux privilèges مهم بزاف، و لو فيت ان يكونوا عندنا دي زيسباس سيف اللي تنقدروا نهضروا فيهم على تجاربنا كنساء، على حياتنا كنساء، على شنو تنتعرضوا ليه ولا تنعيشوه كنساء، مهمين بزاف اللي نقدروا اننا نطوروا فيهم حتى هذاك الحدس ديالنا ديال ان ديال الديبي تطلع الرايه الحمراء وتتحبسنا وكتقول لنا عندك لا سونيت دالارم اليلا، راه نتيا في وسط اون بوزيسيون كي توكسيك، او لا في وسط خطاب كراهيه اللي موجه ليك ديريكتومون او لا دو مانيير انديريكت. علاش اختاريتي تشتغلي على النسويه؟ سيتي اوسي بور جويندر ليتيل ا لاغريابل. كان بالنسبه لي انا كشخص ما كنتش نتخيل راسي انني نقدر نشتغل في حاجه اخرى اللي ما تعطينيش موتيفاسيون اللي هي كبيره بزاف. بوتيتر كو كانت عندي اون موتيفاسيون بيرسونيل في خدمه واحده اخرى كان بامكاني انني نتوجه ليها ولا نديرها، ولكن زعما من صغر تيبان لي ان الموضوع ديال الحقره تيضرني وما نقدرش نسكت عليه وما نقدرش ندوزو، وخاصه الا كانت نمط ديال الحقره ولا شكل ديال الحقره اللي موجه ضد واحد الجندر اللي تيمثل عدد كبير داخل المجتمع واللي حتى انا تنتمي ليه وما يمكنش لي انني نسكت عليه. بس كيف كان خصني انني نديفلوبي فيه المعارف، وهذوك المعارف ولات دراسه ولا تخصص، ومنها ولا التخصص من داخل الجندر لي زيتود دو جونغ، واللي عندهم علاقه وطيده بالنسويات. اللي بغيت نقول كذلك زعما قبل ما نختموا هي ان النسويات عندهم تاريخ كبير في المغرب. من قبل الاستعمار كانت عندنا نساء قادات اللي بناو مجتمعات واللي قادوا مجموعة ديال لي ريجيون من داخل المغرب. وفي وقت الاستعمار كانت عندنا نساء اللي حاربات المستعمر واللي كافحات من أجل بلادها.
ومن مورا الاستعمار عندنا تاريخ ديال النسويات اللي هو كبير بزاف، من اخوات الصفا وحنا جايين الحركه ديال لي سانديكا، ومن موراها الحركه ديال النساء في سنوات الرصاص كذلك، اللي مجموعه ديال المناضلات داوها بحياتهم، حتى الكتابات النسويه اللي بدات من خلال كتابات اللي بعض المرات كانت تخرج باسم رجال عندنا في المغرب، وهي اللي كاتبينها هما مناضلات نسويات. الثمانينات اللي بدينا تنشهدوا فيها حركه نسويه اللي تنعتبروها دابا ايطابلي، بدات تتمأسس وتتكون كجمعيات، ومن موراها من لي زاني 2000 حركات جديده ديال النسويات من داخل المغرب، النسويات اللي خرجت من حركه 20 فبراير، النسويات اللي تتشتغل على ريسو جيسك دونسيس نورماتيف، وعلى على لي دروا ديال لي بيرسون ا سوجيسك نونسيس نورماتيف، واللي تتشتغل على لا ديمارجيناليزاسيون دي لوت، حتى النسويات انتي كولونياليست، النسويات اللي تتكون تقاطعيه انترسيكسيونيل، وحاليا حتى لي سيبر فيمينيست اللي ولينا تنشهدوهم تيكثروا كثر وتيظهروا كثر من داخل المجتمع المغربي. تنظن أن النسويات داخل مجتمعنا هي قصص مختلفة وطرق مختلفة ودي باراديغم اللي هما مختلفين، ومن الضروري كذلك أن إلى لقينا حتى الاشتغال على الريزيليونس ديالنا كحركات نسويه، ان الى خدينا الوقت ديال لا ريفليكسيون على هذا الشيء والوقت ديال التفكير في هذا الشيء، تنظن انه يقدر ينمي اون ريزيليونس كوليكتيف اللي هي مهمه بزاف. الى سولك شي راجل بغى يفهم شنو هي النسويه ولا شكون هما النسويات كيف ما عرفتي عليها، إلا تطرح عليا سؤال بسيط غنقول هي أي شخص داخل المجتمع ما تيقبلش بالحقرة ضد أشخاص لمجرد أنهم تينتميو لواحد الهوية جندرية أو لا تزادوا بأن سكس بيولوجيك كدا أو لا كدا. الآن إلا كنت غادي سيتادير غادي نعطي كتابات القراءة، تنظن أن كتب القراءة عفوا، تنظن أن الأول اللي تتادير هو الأول اللي تيطيح ليا في بالي سي اون شامبر ا سوا ديال فيرجينيا وولف، وكاين كذلك لو فيت دو alors un livre qui s'appelle Repenser le genre ديال كونيل et les travaux sur l'intersectionnalité ديال كرينشو اللي حتى هما زوينين بزاف. يسرا شنو هي الرجوله بالنسبه لك؟ تنظن أن الرجولة داخل المجتمع هي واحد الخندق اللي حطينا فيه أي واحد زاد ذكر وبز منه تنقولوا ليه خصك تدخل داخل هذيك البوكس وخصك دير 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 سينو ما غنسميوكش راجل، في حين ان الرجوله انا شخصيا بالنسبه ليا هو مفهوم اللي كل واحد فينا يقدر يعرفه ويحط فيه اللي بغى وما يحطش فيه اللي بغى، لانه كيف ما كان الحال تتبقى مجموعه ديال الخصائص ولا ديال السمات اللي من حقي انني نديرهم انا ونعرفهم انا، وحتى واحد ما يقدر يحيد ليا انهم راه ماشي رجوله. يسرا شكرا بزاف حيت قبلتي تكوني معايا في ماشي رجوله. شكرا ليك سفيان، شكرا على الدعوه.